السلام عليكم ورحمة الله. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بخبر متداول يفيد بإيداع المؤثرة حفصة محيو الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، مع سحب جواز السفر الخاص بها من طرف السلطات الأمنية الجزائرية. وحسب ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القضية أثارت فضول المتابعين، خاصة وأن حفصة معروفة بكثرة السفر والتنقل من بلاد لبلاد، وهو الأمر اللي خلى البعض يربط بين قرار سحب جواز السفر وبين كثرة رحلاتها في الفترة الأخيرة. أما السبب الحقيقي وراء التحقيق فما زال ما توضحش بشكل رسمي لحد الساعة، وبالتالي أي كلام يتم تداوله حول التفاصيل يبقى مجرد معلومات غير مؤكدة. وبطريقة ساخرة بدأ بعض المتابعين يقولوا يمكن حفصة كانت مسافرة بزاف حتى ولات حابة تروح لكوكب برق برق، خصوصا أن عالم برق برق ولا حاضر بقوة في ترندات السوشيال ميديا، والناس ولات تمزح من اللي حفصة يمكن كانت تحضر لرحلة جديدة، بس هذه المرة الوجهة ماشي تركيا ولا دبي ولا أوروبا، الوجهة لهذا الكوكب اللي اخترعوه جديد. ويبقى هذا السبب طبعا مجرد مزحة متداولة بين الناس وماشي سبب رسمي للقضية، في انتظار ظهور معلومات موثوقة توضح سبب التحقيق والإجراءات المتخذة ضد المؤثرة حفصة محيو. وفي انتظار ذلك يبقى السؤال اللي راهو داير في موقع التواصل الاجتماعي: هل حفصة كانت فعلا تحضر سفرية جديدة وأمن تاع السلطات الجزائرية منعها لأسباب أخرى، أم أنها كان قضية وحدة وراء هذا السبب؟ العلم لله، والتحقيقات راهي ما زالت متواصلة، ولا قدر صح كانت رايحة مباشرة لكوكب برق برق كما كان يمسحوا بعض المتابعين انتحى على مواقع التواصل الاجتماعي. حفصة محيو درك راهي عند السلطات الأمنية، ربي يقدر الخير ونعرف السبب الرسمي لهذا الاعتقال في الحبس المؤقت.